يا بخت اللي ما خدش مسكن للآلام في حياته. يا ترى كم واحد فينا يقدر يقول الجملة دي؟ احنا كتير لما بنيجي نتعب ابسط حاجة بنعملها ان احنا بنجري ناخد حاجة للصداع. طب تعرف ان المسكن ده ممكن يوديك في داهية؟ ممكن يخليك في حتة تانية خالص مش كويسة. كلنا بنجري على المسكنات اول لما بنتعب، وجع سنان، وجع ظهر، وجع في راسي، ظهري، رجلي، اي حاجة بجري على المسكنات. المسكن بقى عامل زي المية والهواء، ما نقدرش نعيش من غيره. بس يا صاحبي المسكن ده سلاح ذو حدين، يا اما تستعمله صح وتاخد منه الفايدة المناسبة ليك اللي انت تقدر تخفف بيها ألمك، وممكن لو استعملته غلط ممكن يودينا في حتة تانية خالص مش كويسة. احنا بقى يا ترى بنستعمله سلاح في انهي سلاح بالظبط، الايجابي ولا السلبي؟ انواع المسكنات العادي البسيط جدا اللي هي فيها ماده الباراسيتامول، لان لما بيجيلي شويه صداع ببقى عايز اخده. البنادول، الباراسيتامول، الادول، السيتال، كل ده ماده واحده، ده آمن نسبيا شوية. مسكنات العظم والالتهابات زي البروفين، زي الكتافلام اللي الناس بتاخده كده عمال على بطال، الكتافاست، فوار الكتافاست، ده أخطر شوية لو استعملته كتير. في بعض المسكنات التانية للبرد ناس كتير بتاخدها، دي بيبقى داخل معاها كذا تركيبة تانية، دي قصة تانية خالص، بتبقى موجودة في أدوية البرد، بناخدها احتياطي معانا وبناخد بالنا منها كويس. حتى جرعات البرد اللي يبقى فيها مسكنات بناخدها بحذر برضو، علشان ما يبقاش في مشكلة ناتجة عن البرد في حتة تانية خالص أنا ممكن أعاني منها. المهم هنا الفكرة مش في اسم الدواء ولا اسم المادة الفعالة، المهم أنا بستعمله إزاي، ده الأهم بالنسبة لي. هشرح لك أخطر 3 أخطاء بنقع فيها على طول أول لما بنحس بأي حاجة. الغلطة الأولى، كل ما توجعني آخد برشامة، ضرسي، دماغي، مفهمش غلط، أي حاجة تانية توجعك باخد بسرعة حاجة مسكنة. دي مشكلة كبيرة جدا، كتير بياخد المسكنات على طول. أبسط حاجة يقولك أنا هاخده وقائي، كمان حاجة نفسية، أنا باخده نفسي كمان، إن أنا أحمي نفسي من أي حاجة تانية ممكن تتعرض لي أو أنا أتعرض لها في المستقبل، فأنا باخده برضو كوقائي. دي مشكلة تانية. ده بيسبب حاجة اسمها الصداع الارتدادي، ميديكيشن اوفر يوز هيدك، ان انا من كتر الاستعمال بتاع المسكنات انا بيجيلي صداع من المسكن نفسه. يعني تخيل المسكن نفسه ممكن يعمل لي صداع، ممكن يعمل لي صداع، ان انا باخده عمال على بطال وقائي زي ما احنا قلنا. مشكلته ان انت بتحاول تمنع الالم قبل ما يجي، فيقول لك انا هاخده وقائي، دي غلط تماما. طب ايه الحل؟ الحل ان المسكن يتاخد وقت الالم فقط، ولازم تختار نوع المسكن على حسب المشكلة اللي انت بتعاني منها، مش اي مسكن اخده وخلاص. الغلطة التانية ان انا باخد اي مسكن وخلاص. في ناس كتير بتاخد انواع مسكنات مع بعض في نفس الوقت، ممكن ياخد الكتافلام مع الباراسيتامول، ممكن ياخد كذا برشامة في نفس الوقت. دي مشاكلها كبيرة جدا على الكلية وعلى الكبد. لو بستعمل حاجة مش في موضعها او عمال على بطال او اي مسكن وخلاص، ده مشكلته بتظهر في الكبد وفي الكلية. فدي مشكلة كبيرة جدا انت ما بتبقاش ملاحظها دلوقتي، لكن بتبان مع العمر. لكل مسكن يا جماعة جرعة محددة انا باخدها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، بمعنى وقت مناسب، مكان مناسب. الصداع ليه حاجة، العظام ليه حاجة، الالتهابات ليها مسكن، كل حاجة ليها مسكن. فانت الطبيعي لازم تستشير اي صيدلي عندك او اي دكتور انت تعرفه علشان تاخد ايه هو نوع المسكن اللي هيكون ملائم ليك والمناسب ليك. وما ينفعش تجمع بين اكتر من مسكن الا بروشتة من الطبيب او الصيدلي اللي موجود عندك.
الغلطة الثالثة ان احنا بنروح نشتري اي مسكن بدون اي روشتة وخلاص، او بدون مثلا ما يكون صيدلي هو اللي مديك الحاجة دي. بجري بسرعة، انا عندي اي حاجة تعبانة اروح اخد اي مسكن. يا جماعة بلاش، ده غلط كبير جدا جدا. احنا قلنا علشان الكلية، علشان الكبد، المسكنات بتأثر بشكل مباشر لانها اصلا جسمك بيتخلص منها عن طريق الكبد وعن طريق الكلية. المعدة ممكن يحصل التهابات شديدة جدا في المعدة. المسكنات من اكتر الحاجات اللي بتأثر على المعدة، ممكن تعمل لك قرحة وممكن تعمل لك نزيف في المعدة لا قدر الله مع الاستعمال المتكرر للمسكنات. القلب والضغط، في بعض المسكنات اللي ما ينفعش تتاخد مع مريض القلب والضغط، فبالتالي انت ما ينفعش تجري على الصيدلية وتقول انا عايز مسكن وخلاص، فهو يديك حاجة من غير ما يعرف ايه الاعراض اللي عندك اصلا. ممكن تكون انت مريض ضغط، مريض سكر، عندك اي مشكلة في الامراض المزمنة، وخصوصا ان في بعض الادوية بعض ادوية الامراض المزمنة بتتفاعل مباشرة مع المسكنات، وبالتالي انت لازم مش اي حاجة تجري عليها تاخدها. في بعض التفاعلات الدوائية زي ما احنا قلنا، ممكن مثلا ادويه السيوله، في ناس بتاخد ادويه السيوله. ما ينفعش يا جماعه ان انا اخد اي مسكن، ما ينفعش ان انا اروح اخد اي مسكن وخلاص. انت ليك بعض المسكنات المحدده اللي انت لازم تبقى عارفها، وبرضه بجرعه محدده زي ما احنا قلنا. دي من الاخطاء الشائعه جدا، الناس بتجري على طول تروح تاخد اي مسكنات من الصيدليه. اول حاجه، المسكن مش بيعالج، المسكن بيهدي الالم فقط. يعني انت ممكن يكون المسكن ده عرض لمرض موجود عندك، وبالتالي انك انت المسكن بيتاخد وقت الالم فقط مش اكتر من كده. تاني نقطة مهمة، لو الألم بيتكرر معاك بصورة كبيرة ومتكرر كتير والألم بيزيد، لازم تزور الصيدلي وتزور الطبيب الخاص بيك. لازم تروح تكشف، علشان ممكن يكون الأعراض اللي بتزيد عندك ديت لمشكلة تانية أكبر أنت مش شايفها. فبالتالي دي نصيحة تانية لازم تبقى فاهمها. آخر نصيحة هقولها لك وديت تحطها حلقة في ودنك: صحتك أهم من أي مسكن. مش أي تعب تحس بيه أجري على أخد مسكنات، صحتك أهم من أي مسكن. شكرا جدا لحضراتكم انك انتوا قعدتوا لحد اخر الفيديو. ما ننساش الاشتراك، وانك انت تشير الفيديو مع اي حد شايفه وعارفه ان هو بياخد مسكنات كتير جدا عمال على بطال. السلام عليكم، واستنوني في حلقة قادمة ان شاء الله.